من اخطر الحاجات اللي انت لو ما اهتمتش بيها بعد ما تخلص البورسلين فعلا هتندم عليها، الا وهي السقيه ناس كتير جدا بتعملها غلط ومش بتهتم بيها، وللاسف الشديد بتجيب اي خامات تشتغل بيها سواء كان اسمنت ابيض او اي خامات تانية موجوده اعلى من الاسمنت الابيض، لكنها مش احسن ومش افضل خيار يعني. طيب نعمل ايه وايه الصح؟ هناخد بالنا في الفيديو هنا احنا مصورين مراحل السقيه كما يجب ان تكون، وطبعا السقيه يفضل نعملها قبل مرحله التسليم النهائيه بالنسبه للعميل. طيب يعني ايه؟ يعني ما اعملش السقيه بعد البورسلين على طول، اصبر عليها شويه، ولو انا في مشروع فاست تراك خلاص بنضطر ان احنا نعملها، وكده كده بنغطي الارضيه تماما زي ما احنا هنشوف برضو هنا في الفيديو بنغطي بايه وبنعمل بايه. طيب ناخد بالنا من الراجل اللي شغال ده قاعد بيكنس اهو الارضيه، فدي اول حاجه بننظف الارضيه كويس جدا مره واثنين وثلاثه ونتاكد ان مفيش اي اتربه موجوده نهائيا. بعد كده بيبدا يجيب الصاروخ خلاص ويفتح كل اللحامات. هتقول لي ما هو لسه مركب، هقول لك لا، لازم نفتح اللحامات تاني. هناخد بالنا الفني ما شاء الله اللهم بارك متمكن مع صاروخ سرعات، بيتحكم في سرعه الصاروخ وعارف كويس جدا هو بيعمل ايه. طيب هناخد بالنا بيفتح اللحامات، طبعا اللحامات كلها في كامل الارضيه. احنا دلوقتي عشان بنعمل عينه فهو بيفتح اجزاء معينه اللي احنا هنشتغل فيها دلوقتي، فتح اهو لحامات طول ولحامات بالعرض. بعد كده بعد ما بيفتح اللحامات بيبدا يخش وراه واحد تاني بفرشه سلك، بيبدا ينظف اللحامات تاني علشان الفرشه السلك تنزل وتغرس في قلب اللحام، عشان لو في اي حاجه نزلت في اللحام او اي حاجه لسه عالقه المفروض طبعا الصاروخ بيجيبها، ولكن ده من باب التوفيق. نظفنا بالفرشه السلك، بيخش بعده كمان زي ما احنا شايفين دلوقتي حد بسلك مواعين خلاص، بيبدا ان هو ينظف برضو بعد الفرشه السلك تاني. بعد كده بيكنس تالت او رابع، يكنس مش مشكله، طبعا الموضوع مجهد ومتعب لكن هو يستحق تماما يعني. طيب دلوقتي خلاص الراجل نظف كويس جدا وكنس تاني وتالت ورابع. ناخد بالنا بقى طبعا احنا هنا بنستخدم ماده كابه، هو شغال بالفرطاسه، دايما لازم نسقي بالفرطاسه. اللي يقول لك هسقي مش عارف بسكينه ايه ولا، تسقي بالفرطاسه. طب ليه الفرطاسه يا هندسه؟ اولا الفرطاسه بتكبس اللحام، تاني حاجه برضو عشان نبقى احنا بنتكلم فنيا مظبوط، اي ماده سقيه مهما كانت نوعها حتى لو كابه برضو ممكن طالما هي بتاخد ميه فهتلاقيها بتخس شويه خلاص، فلازم نعيد تاني. يعني احنا بعد ما بنخلص على اللحام بنسيبه شويه، ولو حسيناه خس او كده بنبدا ان احنا نعيد تاني. هناخد بالنا الراجل ما شاء الله اللهم بارك شاطر وفاهم زي ما قلنا، بيسقي بالفرطاسه، بيكبس اللحام زي ما احنا قلنا قبل كده وشغال ويرجع يعيد عليه تاني. وهنا معلم احمد بقى هو اللي مسك الفرطاسه، هو اللي بيسقي بنفسه. طبعا تاني وتالت ورابع وخامس، السقيه من اهم البنود. السقيه يا اما لونها بيتغير بيبقى شكلها وحش جدا جدا جدا، يا اما ان احنا للاسف الشديد بنستسهل ونسقي باسمنت ابيض او باي خامه تانية مش كويسه، يا اما تالت حاجه بنسقي غلط اصلا وما بنعملش الخطوات دي كما يجب ان تكون. فيديو سريع ارجو يكون مفيد، يومكم جميل ان شاء الله، ونلتقي في فيديوهات تانية ان شاء الله تكون مفيده ليك. السلام عليكم.